بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإعراب والبناء. قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب والبناء. كلمة الإعراب معناها حركة. كلمة الإعراب معناها الحركات، هذا معنى الإعراب. ويقال أن الإعراب في النحو هو التغيير الذي يحدث في أواخر الكلمة، ليس تغيير الحرف وإنما تغيير الحركة. هو تغيير في أواخر الكلمات بحسب موقعها في الجملة. عندك مثلا أنت تقول: حضر طالب ورأيت طالبا ومررت بطالب. وتقول: حضر هذا الرجل ورأيت هذا الرجل ومررت بهذا الرجل. حضر طالب، رأيت طالبا، مررت بطالب. عندنا هنا كلمة مشتركة وهي كلمة طالب. هذه الكلمة تغيرت حركة آخرها، الحركة الأخيرة تغيرت. لماذا؟ يقولون لاختلاف العوامل الداخلة عليه، يعني معناه لتغير موقعها في الجملة. عندما قلت حضر طالب كان إعراب طالب فاعل وعلامته الضم، مرفوع بالضم. وعندما قلت رأيت طالبا كانت طالبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وعندما قلت طالب كان اسم مجرور وعلامة جره الكسر. تمام؟ عندما قلت حضر هذا الرجل ورأيت هذا الرجل ومررت بهذا الرجل، كلمة هذا مشتركة في جميع الجمل، ونفس العوامل التي دخلت على طالب هي نفس العوامل أي الأسباب التي دخلت على هذا. برغم ذلك هذا لم يتغير موقعها في الجملة. تغير موقعها في الجملة نعم، ولكن لم يتغير الشكل الأخير. هي هذا اسمه إعراب، كلمة معربة. وهذه كلمة اسمها كلمة مبنية. ما معنى مبنية؟ عدم تغير حركة الحرف الأخير مهما تغير موقعها في الجملة. فتعرب كلمة هذا فاعل مبني في محل رفع، وهذا مفعول به مبني في محل نصب، وتعرب اسم مجرور بهذا وهو اسم مبني في محل جر اسم مجرور. فهذا يسميه النحاة إعراب، وهذا يسمونه بناء. فما هو الإعراب؟ هو تغير يحدث في أواخر الكلمة باختلاف موقعها في الجملة، باختلاف العوامل الداخلة عليه، وهذا يسمى بناء. لماذا؟ لعدم تغير الحرف الأخير في الكلمة حركته مهما تغير موقعه في الجملة. هناك كلمات في اللغة العربية أيضا لا يتغير شكل موقعها في الجملة، لا يتغير، ولكن ليست لأنها مبنية، وإنما لأسباب أخرى. أنت تقول
حضر مثلا، حضر مصطفى، ورأيت مصطفى، ومررت بمصطفى. هذه الكلمة أيضا لم يتغير شكل آخرها في الجملة. صحيح؟ لم يتغير شكل آخرها. إذن هي مبنية أم معربة؟ معربة. لماذا؟ هي أخذت نفس السبب. هناك مقدر. نعم. محمد يكون مبنية، هذا كلام ليس صحيح. هذه ليست مبنية، برغم أنها لم تتغير شكل آخرها في الجملة، لكن كان هناك سبب آخر غير البناء جعل الحركة لا تظهر. نعم، هذا الشيء اسمه التعذر. التعذر، هذا شيء اسمه التعذر. فهنا التعذر يعني استحالة وضع الحركة. إذن ليس هنا سبب، عليكم السلام، ليس هنا سبب واضح. السبب هنا كان بناء، وستدرس بعد ذلك أنت لماذا هذه الكلمة قلنا عليها مبنية. لماذا؟ هذه الكلمة محمد أو الأسماء المبنية تكون كلمة مبنية لسبب، لأنها تشبه الحرف. تشبه الحرف. تشبه الحرف في ماذا؟ في شيئين، إما في البنية، وإما في عدم الدلالة بنفسها على معنى. كلمة هذه تشبه الحرف، لهذا كنا مبني، وهذا سندرسه إن شاء الله. لكن هنا لماذا لم يتغير شكل الحرف الأخير وحركته؟ لسبب، ما هو؟ لوجود الألف في آخر الاسم. الاسم الذي آخره ألف لازمة أي أصلية قبلها فتحة، هذا يسمى اسم مقصور تقدر عليه الحركات الثلاثة، فتكون حضر فعل ماض مبني على الفتح، ومصطفى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. استحالة حضر مصطفى، لا تستطيع أن تنطق ضم، لا تستطيع. ورأيت مصطفى، لا تستطيع تنطق فتحة. ومررت بمصطفى، لا تستطيع تنطق كسرة. إذن السبب هنا عدم ظهور العلامة، ليس لأنها مبنية، وإنما لوجود سبب، ألا وهو وجود حرف الألف، وهذا في اللغة العربية هذا الاسم يسمى مكسور، وهذا السبب يسمى التعذر. من الأسباب التي تمنع وجود الحركة أيضا وجود الياء. أقول حضر القاضي وسلمت على القاضي. أستاذ، نعم، هذا الاسم مبني. لماذا؟ لأن تغير موقعها في الجملة ولم يتغير شكل آخرها. هنا حضر القاضي هي فاعل، كان يجب أن يكون ضمة، وسلمت على القاضي كان يجب أن يكون كسرة. إذن هي تشبه هذا، هنا حضر هذا وسلمت على هذا، تشبه هذا وهذا. أقول لك أيضا لا، هذه كان هناك سبب لعدم ظهور الضمة وظهور الكسرة. ما هو السبب؟ إذا انتهى الاسم بياء لازمة مكسور ما قبل هذا يسمونه اسم منقوص. منقوص. وما هو الاسم المنقوص؟ هو كل اسم معرب، كل اسم معرب آخره ياء مكسور ما قبلها. إذا هناك سبب، ألا وهو وجود الياء في آخر الكلمة. الاسم الذي آخره ياء في الكلمة هذا السبب يسموه الثقل. ما معنى الثقل؟ صعوبة. أنت ممكن أن تنطق، ممكن، ولكن مع قدر كبير من الثقل. حضر القاضي وسلمت على القاضي، ممكن، ولكن مع صعوبة. إذا الاسم المعرب هو الاسم الذي يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه.
الاسم المبني عمر هو الاسم الذي لا يتغير شكل آخره مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. هناك أسماء لا تتغير شكل آخرها، ولكن لا يرجع ذلك لأنها مبنية، وإنما هناك أسباب أخرى. فمثلا ينتهي الاسم بحرف الألف مفتوح ما قبلها وهي ألف لازمة، لن يتغير شكل آخرها، ومع هذا لا تعد من الأسماء المبنية. ما السبب؟ السبب أنه اسم مكسور ويمنع بسبب التعذر. وهناك اسم ينتهي بياء اللازمة فهو اسم منقوص ويمنع بسبب وجود الياء، وتكون السبب الثقل. وهناك يحدث في الواو كذلك. وهناك سببان آخران غير هذين السببين، وهما اسم قبله حرف جر زائد يمنع أيضا من بعض العلامات أو تغير بعض العلامات، يعني الإعراب والبناء تغير عدم تغير. ونلاحظ أن هناك أسماء لا يتغير شكل آخرها وتبقى كما هي معربة لا مبنية. لماذا؟ لوجود سبب آخر. لماذا يقولون على هذا مبني؟ الذي اسم الموصول مبني، من الاستفهامية مبنية. لماذا؟ لأن هذه الأشياء، هذه الكلمات تشبه الحرف. تشبه الحرف؟ نعم تشبه الحرف. في ماذا؟ في سببين. الحرف تشبه هذه الأسماء في سببين. ما هو أول سبب؟ شيء اسمه البنية. البنية، ومعنى البنية عدد الحروف. عندك كلمة مثل سلمت عليه وأنا أحبك في الله، وهي مثلا هذه حقيبتها، أخلاقهم الطيبة، رأيت من حضر، نحن طلاب. كل هذه أسماء. ضمير 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 ضمير، اسم موصول ضمير. كل هذه الأسماء نقول أنها مبنية. لماذا هي مبنية عبد الرحمن؟ لأنه يشبه الحرف. لأنها تشبه الحرف. تشبه الحرف في ماذا؟ هذه الضمائر مكونة من كلمة واحدة، حرف واحد. هناك حرف واحد مثل اللام والباء، حروف جر مكونة من حرف واحد. وهذه اثنان، هناك حروف جر مكونة من حرفين مثل من وعن وفي، وهناك حروف مكونة من 3 أحرف. لكن فلأن هذه الحروف مبنية فكل هذه الأسماء مبنية. وهناك سبب آخر، أنها تشبه الحرف في عدم دلالتها بنفسها على معنى. ما معنى ذلك؟ الحرف قلنا في تعريفه أنه يحتاج إلى غيره لكي تفهم معناه. خرجت من، ما هذا خرجت من؟ خرجت من، خرجت من وذهبت إلى. أنت لا تستطيع أن تفهم أي شيء من هذه الجملة. هذا الحرف لا يكون له معنى إلا إذا أضيفت إليه كلمة تبين ما معنى من وما معنى إلى. وعندك أيضا أسماء كثيرة لها نفس الموضوع، لا تستطيع أن تفهمها إلا إذا أضيفت إليها كلمة أخرى. أقول حضر هذا وسلمت على الذين. حضر هذا وسلمت على الذين. حضر هذا ماذا هكذا؟ صحيح؟ ما هذا حضر هذا؟ فهمت منها شيء؟ ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى كلمة.
وهذا الحرف يحتاج إلى كلمة، إذن هو يشبهه، لأنه يشبهه فهو يشبهه أيضا. هذا مبني هذا مبني. تقول خرجت من البيت وذهبت إلى المركز، حضر هذا الرجل وسلمت على الذين حضروا. هذه الكلمة تحتاج إلى كلمة أخرى لكي توضح معناها، والحرف يحتاج كذلك. فلهذا نسمي هذه الأسماء مبنية. عدد الأسماء المبنية 10 أنواع. 10 أنواع تشبه الحرف في شيئين، إما في عدد الحروف اسمه البنية، أو في عدم دلالتها بنفسها على معنى. عندما نرى كلمة مصطفى لا نجدها هنا، لا هي تشبه الحرف ولا هي لا تشبه الحرف في البنية عدد الحروف، ولا تشبهه في عدم الدلالة. إذن هي خرجت عن الأسماء المبنية. طب لماذا لم يتغير شكل آخرها مثل الاسم المبني؟ لم يتغير شكل آخرها لوجود علة أخرى، سبب آخر هو وجود الألف. ماذا نسمي هذه الألف؟ نسميها ألف المكسور. ألف لازمة مفتوح ما قبلها. كيف نقدر عليها الضمة؟ نقدر عليها 3 حركات: ضمة فتحة كسر. ما هو السبب؟ التعذر، اشتغال المحل نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. يحدث هذا هنا في وجود الألف، ومع الياء والواو يكون ثقل. باب الإعراب والبناء. أولا الإعراب. قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هنا لفظ وهنا تقدير. الشرح: لما فرغ المصنف من بيان الاسم والفعل والحرف، شرع في بيان أن كل واحد منها لا يخلو آخره من إعراب أو بناء. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، أي تصير أحوال أواخر الكلمات من حالة الرفع إلى حالة النصب أو الجر بسبب دخول العوامل. مثاله التغير الحاصل في حركة آخر رجل من قوله تعالى: قال رجل. بسم الله أخي أعرف. قال رجل. قال. أعرف كلمة قال. هذا اسم أم فعل أم حرف؟ هذا اسم. طب ضع له ألف ولام. طب ممكن 2 تنوين يقبل تنوين. طب إذا لماذا تقول اسم؟ فعل. فعل ماضي. مرفوع منصوب مجرور. فعل ماض. كل الأفعال الماضية مبنية. لا تكون منصوب مرفوع مجرور، لا. فعل ماض مبني على اللام عليها ضمة أم كسرة؟ اللام فتح. إذا فعل ماض مبني على الفتح. من قال؟ الرجل. فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. مرة أخرى قال فعل ماضي مبني على الفتح. رجل مبني على الفتح من غير تاء مربوطة. رجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وقوله تعالى: أتقتلون رجلا. الهمزة حرف الاستفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تقتلون فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم. أخي ليس هذا صحيح. ليس علامة رفعه الواو أخي. كيف علامة رفعه الواو؟ سبحان الله. علامة رفعه ثبوت النون. وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. رجلا مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. نعم. وقوله تعالى: أوحينا إلى رجل. بسم الله عمر. أوحي
درسنا هذا أمس في مستوى رابع. أو حي. أو حي فعل ماض مبني على السكون. نا. أو حينا. نعم، أو حي فعل ماض مبني على السكون. النا. نا ضمير متصل مبني على الفتح. لماذا؟ آخرها ألف. نا آخرها مبني على ألف. السكون. في محل رفع في محل رفع فاعل. من أوحى نا تعود على الله سبحانه وتعالى. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إلى. إلى حرف إنشاء. حرف جر. حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. رجل مفعول به. ضمير اسم مجرور بإلى. اسم مجرور به. بعد حرف الجر اسم مجرور. اسم مجرور بإلى. بإلى فاعل. وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إلى حرف الجر رجل اسم مجرور. ممكن مرة أخرى. بسم الله. أوحينا إلى رجل. أوحي. أوحي فعل ماضي مبني على السكون. والنا. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فاعل. إلى. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من رجل. اسم مجرور بإلى مبني على. وعلامة جره الكسرة الظاهرة. بالصبر إن شاء الله نتعلم إن شاء الله بالتكرار. لا تستطيع أن تتعلم النحو إلا بالتكرار إن شاء الله. نعم. ففي الآية الأولى رفع رجل لأن العامل قال عمل فيه الرفع لأنه فاعله. وفي الثانية نصب رجلا لأن العامل تقتلون عمل فيه النصب لأنه مفعول به. وفي الآية الثالثة جر رجل لأن العامل إلى عمل فيه الجر لأنه اسم مجرور به. فهذا التغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب. وهذه الحركات الضمة والفتحة والكسرة هي علامات الإعراب. وهذه الكلمة التي تغير حال آخرها هي ال. ومعنى قول المصنف لفظا أو تقديرا أي أن التغير يكون ظاهرا أو يكون مقدرا. فالظاهر هو الذي يظهر أثره في النطق، يعني ينطق اللسان ينطقه والقلم يكتبه، هو الذي يظهر أثره في النطق ولا يمنع من التلفظ به مانع، كظهور الضمة والفتحة والكسرة في آخر كلمة رجل. والمقدر هو الذي لا يظهر أثره في النطق بسبب مانع من الموانع. ما هو المانع؟ التعذر، كالتعذر في آخر كلمة الفتى، فإن آخره ألف لا تقبل الحركة وإنما تقدر عليها، نحو قولك جاء الفتى ورأيت الفتى وسلمت على الفتى. ففي المثال الأول الفتى مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للتعذر، استحالة وجود الألف. نعم الأستاذ ما قال للثقل، ولكن سيكتب أسفل إن شاء الله. عندك 4 أسباب: تعذر وثقل ومناسبة واشتغال المحل بحركة حرف الجر. لكن الثلاثة هذه مقدرة، تقول عليهم مقدر. ففي المثال الثاني منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر. وفي المثال الثالث مجرور لدخول حرف الجر وعلامة جره الكسرة المقدرة للتعذر. انظر أسفل في رقم 4 في الهامش: موانع ظهور الحركات 3: التعذر والثقل والمناسبة. هناك مانع آخر لم يذكره وهو اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
فما كان آخره ألفا لازمة أي من أصل الكلمة غير زائدة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر ويسمى مكسورا نحو الفتى والعصا. وما كان آخره ياء لازمة مكسورا ما قبلها تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل ويسمى منقوصا نحو القاضي والداعي. وأما الفتحة فتظهر لخفتها نحو قوله تعالى أجيبوا داعي الله. رأيت القاضية عندما تكون منصوبة. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة ويسمى مضافا إلى ياء المتكلم نحو أخي. أخي مؤدب. أخي هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كيف تضع ضمة وكيف الياء تريد كسرة؟ أخي. فنقول مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة الكسرة التي تأتي لمناسبة الياء. ومثل الاسم الفعل المضارع إذا كان معتلا بالألف تقدر عليه الضمة والفتحة للتعذر يسعى ولن يسعى. وتقدر عليه الضمة فقط للثقل إذا كان معتلا بالواو أو الياء يمشي يدعو. وأما الفتحة فتظهر لخفتها نحو لن يدعو ولن يمشي. وكل هذا إن شاء الله لن تستفيد منه إلا بالتطبيق العملي عندما يعني نبدأ إن شاء الله في إعراب الآية. ثانيا البناء. تعريفه هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. مثاله لزوم آخر هؤلاء حركة الكسر مع اختلاف العوامل الداخلة عليها في قوله تعالى هؤلاء قومنا. بسم الله خير محمد أعرب. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. انظر الكلام قال كلام صحيح 100%. قال اسم إشارة هو مبني. ما الحركة الموجودة على الهمزة؟ كسرة. اسم إشارة مبني على الكسر. ما موقعه من الإعراب؟ هو اسم في أول الجملة الاسمية هو مبتدأ والمبتدأ يكون مرفوع. اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. وقومنا قوم مرفوع وعلامة رفعه والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جره اسم مجرور. ونعم والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. كل ضمير يتصل باسم في محل جر مضاف إليه. كل ضمير يتصل بحرف جر في محل جر اسم مجرور. وقال إن هؤلاء قوم. بسم الله خضر. حرف نصب وتوكيد. حرف توكيد ونصب. حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل من الإعراب. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إن. أحسنت. قوم فاعل مرفوع علامة رفعه. أين الفعل؟ أنت تقول فاعل. لماذا تقول فاعل؟ إن قوم خبر إن مرفوع علامة رفعه ضمة الله. وقال تعالى وجئنا بك على هؤلاء. بسم الله الواو جئ نا. كل الضمائر لها محل من الإعراب إلا ضمير واحد فقط هو الذي ليس له محل من الإعراب في اللغة العربية. ضمير واحد فقط تدرسه في كتاب التطبيق النحو إن شاء الله. ضمير الفصل فهذا واحد فقط. تفضل. النا ما لم نوحي بالنا. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. نعم أنت قلت لا محل من الأعراب. الباء باء حرف جر مبني على الكسر لا محل من الإعراب. والكاف كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. على
على حرف الجر مبني على السكون لا محل من الإعراب. هؤلاء هؤلاء اسم مجرور اسم إشارة. اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. ففي الآية الأولى هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. وفي الآية الثانية هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إن. وفي الآية الثالثة هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. فالمبني ثابت لا يتغير آخره بسبب دخول العوامل المختلفة، وإنما يبنى على ما سمع عليه، فمنه ما يبنى على السكون نحو كم مبنى على السكون، ومنه ما يبنى على الفتح وليس على الفتحة. في المبني لا أذكر تاء مربوطة، تقول أين اسم استفهام مبني على الفتح. ومنه ما يبنى على الكسر نحو أمسي ظرف زمان مبني على الكسر ليس على الكسرة. ومنه ما يبنى على الضم نحو حيث، نعم، ظرف زمان أو ظرف زمان مبني على الضم، وهكذا. فأنواع البناء 4: الضم والفتح والكسر والسكون. أنواع الإعراب. طبعا في أنواع الإعراب لابد لنا من وقفة، لأننا هذا الدرس نستطيع بفضل الله بطريقة جيدة إن شاء الله. أوقف عبد الرحمن قليلا. سهل جدا ومهم جدا، اسمه علامات الإعراب. علامات الإعراب. علامات الإعراب هذا مفتاح لابد أن يكون في يديك حتى تستطيع أن تعرب إعرابا جيدا. بغير هذا المفتاح لا تستطيع أن تدخل باب النحو، لا تدخل النحو. الإعراب، علامات الإعراب، قلنا أنها مفتاح، بغير هذا لا تستطيع. وهو الأستاذ يعيد ويزيد ويكرر فيه كثير. ما هذا سبب؟ لماذا سبب؟ لأنه مهم جدا. علامات الإعراب تنقسم علامات الإعراب إلى علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية. أصلية وفرعية. أنت عندك في الإعراب 4، عندك الرفع وعندك الجر وعندك النصب وعندك الجزم، ولا يوجد خامس، الاسم أو الفعل. الاسم له 3 علامات والفعل له 3 علامات. الاسم له الرفع والجر والنصب ولا جزم في الأسماء، والفعل له الرفع والنصب والجزم ولا جر في الأسماء. إذن الاسم والفعل يشتركان في الرفع والنصب، والجر هذا من خواص الأسماء، والجزم هذا من خواص الأفعال. هناك علامة اسمها علامة أصلية، أورجينال. تعرف أورجينال؟ أصلي، أورجينال، أوريجينال، ها؟ أديداس، ها؟ نعم. فما هي العلامات الأصلية؟ الأصلية الرفع له الضمة، والجر له الكسرة، والنصب له الفتحة، والجزم له السكون. هذه تسمى علامات إعراب أصلية. فإن تغيرت هذه العلامة تسمى علامة فرعية. مثل ماذا؟ مثل المثنى. المثنى عندما يرفع بالألف نيابة عن الضمة، هذه تسمى علامة فرعية. جمع المذكر السالم يرفع بالواو عندما يكون مرفوع، فهذه تسمى علامة فرعية. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون
هذه تسمى علامة فرعية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله. ها. والمثنى يجر بالياء بدلا من الكسر، فهذه علامة فرعية. وأيضا في جمع المذكر السالم فهي علامة فرعية. والنصب المثنى يجر بالياء وجمع المذكر السالم يجر بالياء فهي علامة فرعية. والجزم له السكون. هناك بعض أشياء تجزم بحذف حرف العلة، حذف حرف العلة، هذه تسمى علامة فرعية. هناك حذف النون فهذه تسمى علامة فرعية. إذن العلامات الأصلية 4 والعلامات الفرعية هذا: ألف، واو، ثبوت النون، الياء، حذف حرف العلة، حذف النون. علامة أصلية، علامة فرعية. هذا أول. إذن العلامات تنقسم إلى فرعية وأصلية. أصلي 4، فرعي كثير. وهناك إعراب يسمى إعراب بالحركات، وهناك إعراب يسمى إعراب بالحروف. إعراب بالحركات عندنا الحركات 4: فتحة، ضمة، كسرة، سكون. هذا اسم معرب بالحركات. وهناك معرب بالحروف، هذا يرفع ينصب بالياء، ينصب بالألف، يرفع بالواو، بثبوت النون، بحذف حرف العلة، بحذف النون. هذا اسمه إعراب بالحروف. مرة أخرى، يعني تنقسم علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية، وتنقسم إلى إعراب بالحركات وإعراب بالحروف. عندنا الاسم أولا المفرد. المفرد هنا الرفع، الجر، النصب، الجزم. عندنا كلمة في اللغة العربية يطلقون عليها مفرد، والمفرد هو كل ما دل على واحد أو واحدة. مثل طالب وطالبة، هذا هو المفرد. كل ما دل على واحد أو واحدة، رجل وامرأة، طالب وطالبة، طبيب وطبيبة. هذا المفرد يرفع بالضمة. أصلية أم فرعية؟ حركات أم حروف؟ حركات. أخي نحن هنا الآن المفرد يرفع بالضمة. هذه الضمة أصلية أم فرعية؟ أصلية. حركات أم حروف؟ حركات. تفهم؟ نقول أصلية أم فرعية؟ تقول لي أصلية. حركات أم حروف؟ تقول لي حركات. ويجر بالكسرة. هذه الكسرة يا عمر، هذه الكسرة أصلية أم فرعية؟ أفهموا عبد الله؟ Короче, смотри, бывают харакаты. Он сейчас говорит тебе вот муфрат, кясра проходит на джар. Она аслия. حاول تفهم. أصلية. حاول تفهم هذا الجدول. هو فاهمها. طيب لابد ترد علي، أنا لابد أعرف. لو أنت نوم ممكن مرة ثانية. ما سمع سؤال. طيب هنا المفرد يرفع علامة رفعه الضمة. هذه الضمة فرعية، حركة إعراب، علامة إعراب فرعية أم أصلية؟ أصلية. حركات أم حروف؟ حركات. الجر بالكسرة علامة أصلية أم فرعية؟ أصلية. حركات أم حروف؟ حركات. النصب بالفتحة، هذه الفتحة يا محمد أصلية أم فرعية؟
حركات أم حروف؟ وعندنا جمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ هو كل جمع لمذكر أو مؤنث تغيرت صورة مفرده، هذا هو جمع التكسير. هو كل جمع لمذكر أو لمؤنث ولكن تغيرت صورة مفرده. رجل تصبح تغيرت صورة مفرده. وشرحنا هذا. الرجل تغيرت صورة مفرده. كان رجل هكذا، رجل أصبح رجال. هنا تغيرت صورة مفرده. الراء راء، هنا فتحة، هنا كسرة. جيم ضمة، هنا جيم فتحة. هذا يسمونه جمع تكسير. مثل طالب وطالب 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 وطالب، وعامل 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 وعامل، عمال. هنا هذا جمع التكسير يرفع بالضمة. خضر أصلية أم فرعية؟ حركات أم حروف؟ يجر بالكسر. فرعية أم أصلية؟ حركات أم حروف؟ يا صوت ممكن أعلى من هذا الشيء. مسكين، شفاك الله وعافاك. الفتحة أصلية أم فرعية؟ أصلية. حركات أم حروف؟ حركات. وعندنا جمع اسمه جمع المؤنث السالم. ونعرف جمع المؤنث السالم عندما أقول مسلمة، مسلمة تجمع على مسلمات، مسلمات. الميم ميم والضمة ضمة والسين سين واللام لام كسرة. هذا جمع، هذا اسمه جمع سالم. جمع سالم. ما معنى جمع سالم؟ ما معنى جمع سالم؟ لم يتغير. سلم عند الجمع لم يتغير لا حركات ولا حروف، هذا اسمه سالم. كلمة مسلمة مؤنث أم مذكر؟ إذا هذا جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث السالم أستاذ، جمع المؤنث السالم مثل عاملات يرفع بماذا؟ أرسان فرعية أم أصلية؟ أصلية. حركات أم حروف؟ حركة. الجر يجر بالكسر. أصلية أم فرعية؟ أصلية. حركات أم حروف؟ حركة. نعم. وينصب كسرة. وينصب بالكسر. أصلية أم فرعية؟ أصلية. هنا ليست أصلية. الأصل أن تكون فتحة. هنا إذا هذه علامة تسمى علامة فرعية ليست أصلية. حركات أم حروف؟ حركات. فأقول هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن لأنه نعم. هذه أول واحد. هنا هذا الإعراب أصلية أم فرعية؟ لا، الأصلية هذا تغيرت النصب الفتحة صارت كسرة، إذا هذه علامة فرعية ليست أصلية. حركات أم حروف؟ هي حركات. نسينا الجزم. بما يجزم المفرد. المفرد يجزم بماذا؟ بالكسرة؟ أكتب الكسرة؟ جزء سكون. بالسكون. بالسكون لا يجزم؟ جزاك الله خير يا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. Давай до свидания. Салам алейкум, давай до свидания. المثنى. طبعا عندنا الأسماء لا تجزم وكل هذا أسماء. المثنى. ما هو المثنى؟ المثنى هو كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، فتقول عاملان وعاملتان، وتقول عاملين وعاملتين. كل هذا له شرح في الكتاب بالتفصيل. هذا المثنى يرفع يا عبد الرحمن ألف. هذه الألف علامة أصلية أم فرعية؟
فرعية. حركات أم حروف؟ حروف. إذا فرعية وحروف. هذه الألف نيابة عن الضم. نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه مثنى. ويجر يا عبد الرحمن بماذا؟ بياء. أصلية أم فرعية؟ فرعية. حركات أم حروف؟ حركات. الياء نيابة عن كسر. عن الكسرة. عن كسر. والنصب يا عبد الرحمن ياء. أصلية أم فرعية؟ فرعية. حروف. حركات أم حروف؟ حروف. نيابة عن الفتحة. عن الفتح. تفهم؟ 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 مفهوم؟ لو لا مفهوم نعيد نكرر. لو كثير هذا سهل، هذا يحتاج فقط لكن افهم ما معنى أصلي وفرعي وحركات وحروف، هذا مفهوم. عمر، جمع المذكر السالم يا عمر، المذكر السالم مثل عاملون وعاملين، يرفع بماذا يا عمر؟ واو. نيابة. أصلية أم فرعية؟ فرعية. حركات أم حروف؟ حروف. الواو نيابة عن ماذا يا عمر؟ عن الضمة. الواو نيابة عن الضم. ويجر بماذا يا عمر؟ ياء. أصلية أم فرعية؟ فرعية. حركات أم حروف؟ حروف. الياء نيابة عن ماذا يا عمر؟ عن الفتحة. كسر. عن الكسرة يا عمر. أستاذ. عن الكسرة. نعم أنت قلت فتحة. نعم. والنصب يا عمر. النصب يا عمر. الياء أستاذ. أصلية أم فرعية؟ فرعية. حركات أم حروف؟ حروف. الياء نيابة عن ماذا يا عمر؟ عن الكسر أستاذ. ممكن أضربك يا عمر. ولكن أنت عندنا علمت جدول. هكذا عندنا أستاذ. جدول. وأنا أكتب هكذا. أوه أنت لماذا تنظر إلى جدول؟ أوه نفرض أنا غيرت هذا، سبحان الله. عفوا أنت تقرأ إذا أنت لا تكون من رأس. هو لا يقول السلام عليكم يا عمر. تكتوتك بدارة السلام. إلى هنا نفهم؟ تفهم؟ عندنا أسماء تسمى الأسماء الخمسة أو الستة، سنجعلها خمسة. أبوك، أخوك، حموك، فوك، زوك، هنوك. ها؟ أب، أخ، حم، فو، زو. وطبعا كلمة هم. عليكم السلام. هذه الأسماء الخمس. محمد ترفع بماذا يا محمد؟ ترفع بالواو. أصلية أم فرعية؟ فرعية. حركات أم حروف؟ الواو نيابة عن ماذا؟ الضم. الواو نيابة عن الضم. وتجر بماذا؟ أصلية أم فرعية؟ فرعية. نيابة عن ماذا؟ عن الكسر. وتنصب بماذا يا محمد؟ بالألف. أصلية أم فرعية؟ فرعية. حركات أم حروف؟ الألف نيابة عن ماذا؟ الفتح. نفهم؟ وهناك الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخاطبة. ستدرس هذا بالتفصيل، مثل يكتبان تكتبان. ويكتبون تكتبون. وتكتب. بينا. بسم الله يا خضر. الرفع ترفع بماذا؟ أفعال الخمسة. أستاذ. ترفع بماذا؟ ممكن تساعدهم. لا تساعد، أنت تقرأ من الورق. ثبوت النون. ثبوت النون. هذا شرشت بيها بس. وجود النون. أصلية أم فرعية خضر؟ فرعية. حركات أم حروف؟ نون حرف. ثبوت النون. ثبوت النون نيابة عن ماذا؟ عن ضمة. نعم. لا نريد مساعدة.
الجر بما يجر الأفعال الخمسة. أيضا نون. أيضا نون. نعم. عفوا خضر. لا يجر سبحان. عفوا السلام عليكم. عفوا خضر والله هذا ظلم. نحن في ضلال مبين. الظلم لماذا؟ لا لماذا نحن في ضلال مبين؟ لماذا؟ أستاذ أعوذ بالله. أستاذ نعم كان إخوة من كازاخستان مساكين، نعم كانوا في الحج، وهذا صحيح والله حدث. يحكي لي أخ أنه كان منهم، هم لا يعرفون طريق، كانوا في مطار جدة وبعد أن انتهوا من إجراءات الحج يريدون أن يذهبوا هنا كيف إجراءات سفر. فكان منهم واحد يعني يقرأ ويكتب، يعني يعرف بعض آيات من القرآن، فاستعان بالقرآن فكتب على ورقة كبيرة اهدنا الصراط المستقيم. ذهب إلى الجندي الموجود في المطار، اهدنا الصراط المستقيم، ولا يفهم هذا الرجل الجندي اهدنا الصراط المستقيم، كتب ورقة أخرى إنما نحن في ضلال مبين. لا حول ولا قوة ها؟ نعم. فلا تقول هذا في ضلال مبين، نحن لسنا في ضلال إن شاء الله. إذا الجر هذا من صفات الأسماء. النصب بما ينصب الأفعال الخمسة. حذف النون. أفعال الخمسة حذف النون أصلية أم فرعية؟ حركات أم حروف؟ حذف النون نيابة عن ماذا؟ ها؟ حذف نيابة عن ماذا؟ نصب. نيابة عن ماذا؟ فتح. نيابة عن الفتح. قلم أحمر أصلا. لماذا نحن نحذف النون؟ الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون. لن يكتبوا الدرس، أنت تقول لن يكتبوا الدرس. لو يأتي حذف أو نعم نعم. يجزم بماذا؟ بحذف النون. حركات أم حروف؟ جزاكم الله خير. حركات أم حروف؟ حروف. نون. نون. طب علامة أصلية أم فرعية؟ فرعية. حذف النون نيابة عن السكون. هذه هي الأسماء والأفعال، وهذه علامات الإعراب. علامات الإعراب هكذا. عندك فعل آخر اسمه فعل صحيح وفعل معتل. الفعل الصحيح الآخر فعل مضارع صحيح الآخر. المضارع الصحيح الآخر مثل ماذا صحيح الآخر؟ مثل يكتب ويشرب ويسجد لله رب العالمين. المضارع الصحيح الآخر يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة. هذا أخي يرفع بالضمة. هذه الضمة علامة إعراب أصلية أم فرعية؟ أصلية. حركات أم حروف؟ حروف. حركات. ويجر بما يجر الفعل المضارع أخي. الفعل المضارع لا يجر يا أخي. لا يجر. ينصب بما ينصب الفعل المضارع الصحيح الآخر بالفتحة. هذه الفتحة أصلية أم فرعية؟ حركات أم حروف؟ ويجزم بالسكون. أصلية أم فرعية؟ حركات أم حروف؟ حركات. وعندك فعل مضارع معتل الآخر، معتل بالألف. معتل بالألف هذا يرفع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. عبد الرحمن الضمة المقدرة مثل كلمة يسعى يرى. كلمة يسعى ضمة مقدرة. هذا إعراب بأصلية أم فرعية؟ فرعية. هنا ضمة عبد الرحمن. لماذا تقول فرعية؟ لأنها مقدرة. هذا ليس مشكلة، مقدرة أو غير مقدرة. إعراب
دليل هذا أصلية أحمد أسد. نعم. هذا أصلية أم فرعية؟ أصلية. لماذا؟ لأنها مكتوبة باللون الأسود. طيب إعراب هذا حركات أم حروف؟ حركات. طيب والجر بماذا؟ لا يجوز. لا جر لا يجوز. طب الفتحة، الفتحة المقدرة أصلية أم فرعية؟ أصلية. حركات أم حروف؟ حروف. والجزم، الجزم به الجزم به الجزم به حذف حرف العلة. حرف العلة. أصلية أم فرعية؟ فرعية. حركات أم حروف؟ حروف. حذف حرف العلة نيابة عن ماذا؟ نيابة عن السكون. نيابة عن السكون. عندنا الفعل المضارع الذي ينتهي بياء أو واو مثل معتل، معتل الآخر ياء أو واو مثل يدعو يجري. بسم الله، بسم الله محمد. الضمة المقدرة ليس نفس الشيء. نعم، المؤمن يدعو ربه، ضمة مقدرة أصلية أم فرعية؟ حركات أم حروف؟ ويجر بماذا محمد؟ طيب ينصب بماذا محمد؟ ينصب بالفتحة الظاهرة. لن يدعو، لن يجري. هذا أصلية أم فرعية؟ حركات أم حروف؟ ويجزم بحذف حرف العل. نعم. طبعا حذف حرف العلة نيابة عن السكون. أصلية أم فرعية؟ فرعية. حركات أم حروف؟ بقي لنا شيء واحد وهي الأفعال الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف آخر درس في الكتاب كلمات تمنع من الصرف ل11 سبب يمنع الاسم من الصرف. منها الكلمات التي على وزن الفعل مثل أحمد، ومنها كلمة تنتهي بتاء تأنيث، وكلمات أعجمية. يعني هذا درس كبير نأخذه إن شاء الله آخر درس. هذا الممنوع من الصرف يرفع، ويرفع بالضمة، ويجر بال ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. أصلية أم فرعية؟ حركات أم حروف؟ وينصب بالفتحة. أصلية أم فرعية؟ حركات أم حروف؟ هذا الجدول تقريبا عندما تجلس أمام هذا الجدول وتفهمه وتحفظه ماذا؟ جزم. الممنوع من الصرف؟ نعم. يجزم بماذا؟ لا يجزم. أستاذ الفتحة المقدرة. أين؟ المقدرة أين؟ معتل الآخر. بالألف معتل. نعم. هو حركات. نعم. أين؟ الفتحة المقدرة هو فعل معتل الآخر بالألف يسعى. نعم. هناك يعرب بالحركات أو حروف. حركات فتحة ظاهرة أو لا ظاهرة، هذا ليس له ظاهرة. تقريبا هذا هو تلخيص ل30 صفحة موجودة في الكتاب. 30 صفحة موجودة في الكتاب سنقرأها ونعيد ونزيد فيها، وليس لها إلا هذا الجدول. هذا الجدول تحفظه، تكتبه، تحاول أن تكتبه بخط جيد،
وتذهب إلى البيت تكتبه بطريقة جيدة. يكون أمامك من الغد إن شاء الله ونحن نبدأ في الإعراب، هذا يكون أمامك، هذا يساعدك مساعدة جيدة. هذا 30 صفحة في الكتاب الجدول هذا، ونكمل غدا إن شاء الله ونبدأ في أنواع الإعراب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب